سلام سلام البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده وتكونوا مهنيين وانتم تشاهدوا معايا في فيديو اليوم. واللي باذن الله راح يكون فيديو متنوع ومفيد، راح تستفادوا فيه من اكثر من حاجه، سواء روتين والا تدبيره والا افكار لقهوه العشيه ان شاء الله. راح يكون فيه شويه حلو وشويه مالح باذن الله، وصفات راح تستفادوا منهم، خاصه يعني مع الجو هذا اللي رانا فيه وسخانه اللي رانا فيها. راح نحاول ندير لكم شويه تدبيرات اللي يخليكم ما تشعلوش الكوزينير لمدة يعني طويلة وما تسخنلكمش الدار. أول حاجة ساعة بغيت نبدأ معاكم في هذا الفيديو بهذا بروتيني الصباحي. هنا هذا الروتين تاع يوم السبت، يعني بعد ما كنا كملنا روتين عميق بالجمعة وسيقنا وصبينا الماء وكذا. بالسبت إن شاء الله راح نبدأ في التنشيفة، ندير تنشيفة خفيفة فقط هكا باش تبرد شوية الدنيا ونحيو شوية الغبابر. يعني هاكو شفتوا الجو تاع الأيام هاذو شهيلي وغبرة وكذا، تدخل لنا كي نحلوا التيق على جالت باش نتهواو. إيبا لازم ديما تنشيفة ولا تسيقة تكون من المليح نحيو بها هذيك الغبرة وتبرد لنا الحالة. على واش شاركت معاكم هذا البدون؟ بغيت فقط يعني للناس اللي يكونوا عندهم لي مابل ما يقدروش يحركوهم كذا ويتقلقوا منهم، ما عليكم غير تشريوا هذا البدون. يعني كما راكم شفتوا العصا تاعو تفوت لكل الاماكن اللي ما تقدروش توصلوا لهم باليد تاعكم. بغيت أيضًا نشارك معاكم تدبيرة أو طريقتي في مسح يعني الكاروات. كيما شفتوا أنا نستخدم ماء وخل، نمسح بيهم هاذوك لي كارو تاعي، ومن بعد نمسح بالبابي سويتو ولا بابي جينيك. صافي اللي ما عندهاش لي سويتو تستخدم بابي جينيك، هو يابسوربي مليح الماء ويخلي الكارو تاعك يبرق. بالنسبة للموبل اللي مخدومين من هذا النوع تاع الخشب الMDF نورمالمون اسمه، أنا ما نمسحوش يعني بأي خلطة لأنه حساس جدًا ويخسر في ساع، يتبدل اللون تاعو يشهب ويشرب الماء وكذا. أنا نستحسن إنه نشري له البرودوي تاعو أحسن، هكا باش نحافظ عليه لمدة أطول. بعد ما كملت هذاك يعني التنظيف تاعي اللي يبو خفيف فقط، فرشت الصالون تاعي وبغيت نشارك معكم هذا ملطف الجو هذا. رائحة تعود لمدة طويلة، يلصق لكم في الأفرشة تاعكم، خاصة إذا كي تكملوه تغلقوا يعني الصالون تاعكم، راح تبقى فيه رائحة لمدة طويلة. تدبيرة ثانية اللي بغيت نشاركها معاكم، طبعًا بعد ما فوّتنا يعني period تاع العيد الكبير كذا والوصفات واستخدمنا ياسر الفور، راح نلقاوه يعني لصقت فيه دهون كثيرة و يعني تمسخ لنا. أنا هنا بغيت نشارك معاكم طريقتي في التنظيف تاعو، طريقة سهلة ما تشدش الوقت ياسر والجهد أيضًا ما يكونش فيها كبير. واش راح نديرو؟ نشعلو عفوا الفور تاعنا مليح يسخن مليح. من بعد راح نديرو أي برودوي عندنا، ما يهمش لا كانوا برودوي يكون من نوعية المليحة ولا لا، وراح نضيفوا له بيكربونات الصوديوم. وهو هكاك سخون راح نوزعوا هذا الخليط يعني على كامل الفور تاعنا. وملاحظة فقط، من الأحسن إنكم ديمونتيوها يعني الباب تاع الفور وحده، لأنه الكارو لازم ينضاف وحده مليح ويتغسل مليح ويتمسح مليح قبل ما نركبوه. كيما شفتوا الفور تاعي ولا نقي وكأنه جديد بالطريقة والتدبيرة اللي قلت لكم عليها. أيضًا ملاحظة أخرى، باش ما يفسدلكمش الفور تاعكم، من الأحسن أنكم بعد ما تكملوا تنظفوه، شعلوا عليه وهو فارغ هكاك على الأقل لمدة ربع ساعة باش ينشف مليح من الداخل وما يتزنزرش، هكا باش نحافظوا على لي كويزينيير تاعنا لمدة أطول. هنا راح نروحوا مع بعضنا ونشارك معاكم وصفة خفيفة ظريفة نتاع حاجة نشربوها مع الجو مع العصائر مع العشية وإلا مع قهوة العصر. هنا عندي 125 غرام تاع زبدة تكون بحرارة الغرفة، وإذا كنتي هذاك وين خرجتيها من الثلاجة ما عليك غير تحطيها لمدة قليلة في الميكرووند وراح تذوب لك مثلا 30 ثانية. من بعد ضفت لها ربع كاس نتاع زيت، حوالي ملعقتين كبار. بعدها عندنا كاس إلى ربع من السكر الأرطب، سكر جلاسي كما نقولوا حنا سكر الأرطب. راح نطلعوا مليح هذاك الخليط تاعنا حتى نشوفوا باللي راه ممتزج مليح وتغير اللون تاعو من الأصفر إلى الأبيض. بعد ما نكملوا يعني سكر جلاسي تاعنا كامل ويكون طلع لنا الخليط، راح نتخلاو على الضراب الكهربائي ونروحوا للضراب اليدوي. هنا راح نستخدموا 3 صفار بيض. بالنسبة للبيضات هنايا راهم كبار، معناها اللي عندها بيضات صغار تنقص شوية في كمية الفارينة.
كيما قُلت لكم هنا عندنا 3 صفار بيض، والبياض طبعًا يا البنات راح نستخدموه في الطبقة الثانية اللي راح نديروها من بعد، معناها ما تطيشوش يعني ماشي راح يعني نتخلاو عليه، ولكن راح نستخدموه في الوصفة تاعنا. بعد ما نكملوا نخلطوا يعني الصفار تاعنا مليح مع الخليط كيما راكم تشوفوا، راح نروحوا للمواد الجافة. أول مادة اللي هي النشا واللي فيها 2 ملاعق كبار تاع نشا ولا ربع كاس تاع نشا، نخلطوا مليح الخليط تاعنا حتى يمتزجوا المكونات. عندنا ملعقة من لافاني، عندنا كيس تاع خميرة كيميائية كيس كامل، وعندنا الفارينة. بالنسبة للفارينة من الأحسن تكونوا يعني نخلطوها كيما يقولوا صفيناها باش تتهوى ويجينا الصابلي تاعنا هشيش ويجي فيه فراغات من داخل مهوي. عندنا 2 كيسان تاع فارينة كيما راكم تشوفوا، 2 كيسان كومبلي. بالنسبة للكاس الثالث هذاك اللي راح نضيفوه يعني بالتدريج، حنا محال نوصلوا للكاس الثالث، يعني فقط ممكن نستخدموا يا إما ربع كأس منه ولا نصف كاس حسب يعني البيض تاعنا كيما راكم تشوفوا. ولازم تتحصلوا في الأخير على عجينة اللي هي عجينة صابلي تكون طرية وتمشي لكم وما تتكسرش. نخلطوا مليح هذيك العجينة تاعنا كيما راكم تشوفوا معايا، ولما نحسوا انه العجينه تاعي طريه وتماسكت راح نحبس ما نزيدش الفارينه. كيما راكم تشوفوا استخدمت حوالي ملعقتين كبار اللي هما ربع كاس تاع الفارينه. نروح للسنيوه تاعي واللي الطول والعرض تاعها حوالي 30 على 35 سنتيمتر نورمالمون. راح ندير ورق الزبده اللي هو راح يسهل عليا من بعد طريقه يعني اني ننزعها من الصينيه. هذه الحلوه تاعي لازم تكون فيها ورق الزبده. نحلو هذيك العجينة تاعنا ب يعني طبقة ما تكونش سميكة ياسر، وباش نتخلصوا من الآثار تاع الأصابع تاعنا راح نروحوا نستخدموا سباتول كيما راكم تشوفوا ونسويو مليح مليح هذيك العجينة تاعنا. من بعد راح نديروا فيها ثقوب بالفرشيطة. هنايا واش راح نجيبوا؟ راح نجيبوا 3 ملاعق كبار عفوا من المعجون، وراح نحطوهم فوق الطبقة هذه، وهي نية قبل ما ندخلوها للفرن. وش يعني الدور نتاع هذا المعجون؟ اولا يعطينا طعم حامض بين الطبقات باش ما تجيش حلوه ياسر، والحاجه الثانيه راح يكون غراء طبيعي بين الطبقه الاولى والطبقه الثانيه، هكا باش ما تهرب لناش الطبقه الثانيه الاولى كي نكونوا نقصوا فيها ولا كي نكونوا ناكلوا فيها. نروح نجيبوا 3 بياض البيض تاعنا اللي كنا فصلناهم على الصفار في المرحله الاولى ونطلعوهم بالباتر. هنا انا البيضات تاعي كانوا كبار، وبالتالي اضطريت اني في كل مره نضيف شويه من المكونات. على العموم حنايا لاغوسا تاعنا واش تقول بلي عندنا 3 بياض بيض مع نص كاس من السكر عادي، سكر كريستاليزي، مع نص كاس من الفارينة وكاس من الكاوكاو. لكن لانه حبات البيض تاعي كبار اضطريت اني نستخدم حوالي كاس من السكر. من بعد راني ضفت ملاعق تاع السكر كيما راكم تشوفوا، حوالي كاس من السكر العادي. كيفاه نعرف انه السكر تاعي كافي لهذا حبات البيض؟ كي نطلع مع الاخر راح نتحصل على ميرانج وراح نتحصل على منقار العصفر. معناها الخليط تاعي ما يجينيش خفيف، راه لازم يجيني ثقيل كيما نتاع لا ميرانج. وضفت نصف كاس تاع الفارينه تاعي اللي تكون منخوله نصفيها مليح باش تجيني مهويه، وكاس ونص من الكاوكاو. الاضافات هذوما كما قلت لكم تاع نصف الكاس الثاني تاع الكاوكاو ونصف الكاس الثاني تاع السكر، راجع لانه حبات البيض تاعي كبار، هكا باش ديروا في حسابكم. انا المقادير راح نحطهم لكم بالضبط في صندوق الوصف ومع الملاحظات، معناها اذا كانوا حبات صغار قداش تهز لكم واذا كانوا حبات كبار قداش تهز لكم، هكا باش ما تغلطوش وتجي الوصفه تاعكم مليحه. بالنسبه للكاوكاو يكون هو من الاحسن يكون بقشورو، تحمصوه وترحيوه بقشورو هكا باش يجي الكاستيل تاعنا كيما الكاستيل تاع برا. انا هنايا الكاوكاو تاعي شريته بيض ما شريتوش بالقشور، دونك كي حمصته ورحيته ما عنديش القشور، بصح نتوما ولا كان يعني رحيتوه بالقشور راح يجي احسن واحسن.
راح تتحصلوا على يعني خليط نتاع كاستيل يجي بنين ياسر وما تتصوروش. وفي يعني إن شاء الله في الأيام الجاية أنا راح نشارك معاكم وصفات نتاع يعني الحوايج اللي نشربوهم مع جو ونشربوهم مع قهوة العصر، خاصة يعني عندنا مناسبات ياسر البيهام والباك وكذا ولا أعراس إن شاء الله. إن شاء الله ديما أيامنا يكونوا بالفرح والهنا إن شاء الله يا ربي. إذن راح نشارك معاكم أكثر من وصفة لأكثر من يعني تحلية وحلويات اللي تقدموهم مع العصائر. كيما شفتوا راح قبل ما نطيبوا هذيك يعني الطبقة الأولى راح نروحوا ونصبوا عليها طبقة الكاستيل، نوزعوا مليح هذاك الكاستيل تاعنا الخليط تاعنا آه، على الصابلي. بالنسبة لطريقة الطهي ومدة الطهي راح نشعلوا الفور تاعنا مليح مليح باش يسخن مليح 200 درجة. من بعد كي ندخلوا الحلوى تاعنا راح نهبطوه ل160 درجة، نخليوه يطيب من تحت ونشعلوا له من الفوق حتى نتحصلوا على التشققات هذوك اللي من فوق. يعني الكمية تاعنا راح نتحصلوا على حوالي على 20 حبة. زينوهم كيما تحبوا كيما راكم تشوفوا. أنا حبيبات درت لهم شكر كلاصي فقط، وحبيبات درت لهم يعني شوكولا بلون وخيرت اني نزينهم بهذوك حبيبات الشوكولا اللي بالالوان. تقديم بسيط، حلوة خفيفة هشيشة جبنينة، ميلونج بين الكاستيل والصابلي، حاجة رائعة يعني تحطوها مع العصائر راح تحمر لكم وجهكم. هنا راح نروح معكم للتدبيرة تاعي ثانية واللي نتخلصوا منها، يعني سواء راح نحافظوا على الجهد تاعنا راح الوقت تاعنا وراح نحافظوا على دارنا تبقى باردة في هذا يعني الحرارة الكبيرة اللي رانا فيها. هنا راح نروح نستخدم معكم تدبيرتي اللي نديرها في سائر العام كي نكون خدامة. هنا أنا واش ندير مرق تاع دجاج بكمية كبيرة، يعني حوالي إطرتين ولا 3 إطرات من مرق الدجاج، ونحطه في الكونجيلاتور ونستخدموه مرة على مرة. مرق الدجاج تاعنا مش معناه اني نستخدم فيه دجاج ديكويس ولا زدر، انا هنا نضيف فقط فيه يعني الحوايج اللي ما ياكلوهمش، يعني ولادي وراجلي ما ياكلوهمش كيما العنق كيما الجنحين وكذا، هذو هما اللي نطيب بهم. معناها مثلا اذا شريتي دجاج مره واثنين ديما تخبي منهم هذوكا ومن بعد طيبي به عادي وكأنك تنصبي عادي. نحطوا الدجاج تاعنا حوالي 3 إلى 4 حبات نتاع بصلة يكونوا مرحيين، كمية تاع زيت لي زيبيس حسب الرغبة طبعا كل واحد الرغبة تاعو. فقط انا واش نضيف ملعقة ونص نتاع موطارد، ملعقة كبيرة ونص تاع لا موطارد. هي راح تكون وكأنها حافظ لهذا المرق وما يخسرليش وما يفسدليش. نطيبه مليح كيما شفتوا، نغلق عليه الكوكوط طيب يجينا بنين، ونحطو فيه هذوك لي غوبلي تاعي ونحطو في الكونجيلاتور. بالنسبة لغوسات اللي نستخدم فيهم هذه يعني المرق، اليوم راح نشارك معكم بعض من الوصفات على عجالة، وإن شاء الله إلا كان عجبوكم وحبيتوا تفهموا عليهم أكثر راح نبارطاجيهم معكم في دي فيديو أخرين. كما شفتوا نصب هذاك مرق الدجاج تاعي في لي غوبلي ونحطه في الكونجيلاتور، وين نحتاج نجبد وحده. أول وصفة راح نشاركها معكم اللي هي وصفة الدوراد، حوت الدوراد اللي نستخدم فيه أنا مرق الدجاج يزيدوا بنة على بنة ويجي رائع. وش ندير؟ عندي الدورادة هذه كانت في الكونجيلاتور، درت لها هنا توابل السمك راهم يتشراو واجدين. هنا عندنا ملعقة كبيرة نتاع زيت كيما راكم تشوفوا، هنا عندنا ملعقة صغيرة تاع طماطم، ملعقة صغيرة عفوا تاع لا موطارد، وملعقة صغيرة تاع الهريسة، والملح طبعا هاو ما نهضروش عليه. ونوزعوا هذوك التوابل على سمك الدوراد تاعنا. انا نشريه ننظفه ونحطه في الكونجيلاتور هكا كي نكون يعني مزروبه ولا عندي طريق ولا جاوني ضياف على غفله نجبدها تجيني شوفوا سريعه جدا مع هذاك مرق الدجاج. حتى هو نجبدو من الكونجيلاتور ونديرو معاها. على واش ندير مرق الدجاج معاها؟ نديرو معاها باش ما تتحرقليش في الفور لانها تكون كونجيلي ومن بعد يتبخر منها هذاك الماء وتولي طعمتها ما تجيش مليحه. يبقى مرق الدجاج هذا راح يحافظ عليها من الديا وما تتحرقليش، وراح تحطوا معاه واش حبيتوا. كاين اللي يحب يدير معاه روطي، كاين اللي يحب يدير معاه سمك، كل واحد واش يحب يدير معاه. ندخلها للفور. فقط ملاحظه كي نشوف هذيك الحوته تاعي بدات تذوب
معناها بدات تتخلص من هذاك الجليد، نخرّجها ندير لها ثوم كيما راكم تشوفوا كمية تاع ثوم معتبرة ونعاود نردها للفور تاعي. تكمّل طيابها مليح، ومن بعد هنايا عندي البطاطا تاعي طايبة مقلية طايبة. يعني واش ندير هنا راني راح نحمّرها فقط معاها من فوق. هنا ندخّلها للفور ونشعللها من الفوق ونخليها تتحمّر مع كمية البطاطا هاذيك. كيما راكم تشوفوا البطاطا راح تشرب هذاك المرق كامل، وراح تكون فيه بنة مختلطة بين الحوت وبين الدجاج تاعنا، وتجينينا بنينة ياسر. يعني وصفة خفيفة ظريفة ما تديش خلاص الوقت، وفي نفس الوقت يعني حاجة بريزونطابل نقدر حتى نحطها للضياف تاعي. هنا راح نروح معاكم للوصفة الثانية اللي نستخدم فيها هذاك المرق. بغيت هنا نشارك معاكم بوراك العنابي تاعي كيفاه يكون. انا كنت شاركته معاكم من قبل، واليوم ثاني بغيت ندخله مع الوصفات السريعة اللي ما تقلقناش ياسر. هنا ثاني استيز بغيت نشاركها معاكم. كي تكوني مثلا في رمضان وتطيبي كميه لا فيونداشي تاعك كامل باش ما تخسرلكش، تخافي انك تدخليها للثلاجه. يا اخي دي فوا كي ندخلوها للثلاجه تشيح هكا واحد، تشيح وما تجيش مليحه خلاص. واش ندير انا قبل ما نطفي نضيف معاها ديما 2 ملاعق نتاع فرماج طاغتيني، هذاك الجي طاري اللي تاع البيدون، ونخلطو معاها ونحطو هكا. شوف تبقى لي على الاقل سمانه وانا نستخدم منها كل نهار، والفيونداشي تاعي ما يشيحش ويجيني بنين وما تدخلش فيه طعم الثلاجه. هنا كيما راكم تشوفوا راح نشارك معكم هذا الحساء اللي يجي خفيف ظريف ويجي بنين ويتوالم مع البوراك. واش نضيف معاه؟ أنا نضيف معاه هذاك الحساء اللي قلت لكم مرق الدجاج، هذاك هو اللي راح يزيدو بنة على بنة. بالنسبة للبوراك العنابي كل واحد والمقدور تاعو، لكن هو في الأصل يعني كمية البطاطا ما يكثروش منها بزاف، هما واش يحبوا يكثروا من البصلة، المعدنوس، الزيتون، لا فيونداشي، خاصة الفيونداشي يديروا فيه كمية كبيرة، الفرماج ويديروا فيها حبيبة نتاع العظمة. كاين اللي يحب العظمة تاعو طيب مليح، وكاين اللي يحب العظمة تاعو تجي ماهيش طايبة. ليسونسيال كيما نقولوا حنا كل واحد والذوق تاعو. كيما انا الحق حقيقة نحب ندير فيه كمية تاع بطاطا معتبرة هكا باش يجيني بنين، ما نحبش فقط يعني يكونوا الحوايج هذوك وحدهم مع الفيونداشي. بالنسبة للفرماج ولا اي حاجة ثانية اضافات اخرى هذوك حسب الرغبة وحسب المقدرة تاع كل انسان. هنا نطيبو مليح، نخليه أنا بالنسبة ليا العظمة تاعنا نحبوها تكون طايبة مليح، ما نحبوهاش تكون نية، ونقدموه مع لاسوب كيما راكو تشوفوا. سوب تجي بنينة ياسر، فيها شوية نتاع العدس الأحمر، إذا هي تجي مفيدة. عندنا فيها خضر متنوعة حسب الرغبة. يبان لي هذه راح تكون آخر وصفة خفيفة ظريفة معاكم. هنا الفيونداشي هذاك اللي كان عندي. واش درت هنا وصفة ثالثة. عندنا هنا واش بقالي من حوايج البوراك. صافي في الغدا درنا بوراك بلا سوب، في العشاء درنا هذا الكراطان الخفيف. واش بقاو لي من حوايج بوراك اللي هما البصله والمعدنوس والزيتون، زدت معاهم حبيبه تاع بيض، زدت معاهم لا كريم فريش كيما راكم تشوفوا. لا فيونداشي ها هي وين راهي. هنا نجيب حبيبات نتاع بطاطا اللي كنا طيبتهم، قليناها عادي، دقصيناها دي كوب وقليناها عادي، نحطو معاها شويه هذيك تاع لا فيونداشي كيما راكم تشوفوا، ونضيفوا معاها هذيك الخليط اللي درناه ونطيبوها. طبعا اللي عندها جبن مبشور دير، واللي ما عندهاش يعني ما ديرش. وفي الاخير كي طيب راح نزيدوا لها شويه تاع المرق.